السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض قدرة قادر او الكيكة المستحيلة او فلان كيك، الاسم اللي انتوا تحبوا تسموه سموه بيها، بس هي مشهورة عندنا بقدرة قادر. لان سبحان الله الكريمة اللي بتاع الكريم كراميل مع الكيكة كلهم بيكونوا مع بعض، وفي الاخر كل طبقة بتكون لوحدها. انا هنا كان معايا المكونات. انا هبدأ الاول بكوبايه الا ربع من السكر، انا حطيتها على البوتاجاز كده في اي حاجه. بس اهم حاجه انها تكون حاجه عاليه شويه عشان ما تتلسعوش. معاها ربع كوبايه من الميه، وببدأ اسيبها على البوتاجاز معايا لحد ما تتكرمل وتاخد لون من الجوانب بالظبط زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اهدي النار، مش عايزه الكراميل ده ياخد لون بني معايا لدرجه ان طعمه يغير. لا، انا عايزاه ياخد لون حلو وطعم حلو، يعني ما انا بسيبهوش ان هو يغمق فيتحرق مني. اللون ده حلو قوي، هو اللون اغمق عندي وانا بشتغل فيه، انما هو بس الاضاءه هي اللي مخليه لونه فاتح شويه، انما هي الدرجه كانت اغمق من كده شويه. الصينيه بقى اللي انا هشتغل فيها، بصوا اللون هنا، هو ده اللون اللي هو اللون اللي طلع معايا. اهم حاجه ان لازم يكون السكر يكون دايب كويس. انا اوريكم هنا الكميه اللي انا عاملاها دي كانت يعني تتعمل في الصينيه دي بس انا حبيت اوريكم ان انتوا ممكن تعملوها في الصينيه في صينيه عادي، صينيه الومنيوم او صينيه جرانيت او اي صينيه انتوا ممكن تستعملوها، او قوالب من قوالب المولتن كيك. اي حاجه عندك ممكن تستعملي دي حلو، وممكن لو حبيتي تستعملي كل قالب لوحده برضو حلو قوي. بمجرد ما بتحطي الكراميل في قلب الصينيه كده بيقفش معاكي، وبتركنيه بقى في جنب لحد ما نخلص الكميه. معايا هنا 600 جرام من اللبن، 600 جرام ما يعادل 3 كوبايات من اللبن، ومعايا نص كوبايه من السكر، ومعايا 4 معالق كبيره من اللبن البودر. لو عندك حليب محلى مكثف استعمليه بدل اللبن البودر، بس انا ما كانش عندي جاهز فعملته. معايا 5 بيضات، ومعايا شويه من الفانيليا، يعني ربع معلقه من الفانيليا. ويا ريت يا جماعه اللي بيقولوا يعني حطوا فانيليا، الفانيليا لما بتتحط كتير بتلسع الحاجه. المهم هنا بقى انا ضربته في الخلاط كويس جدا لحد ما عمل لي فقاقيع فوق كده. بجيبه بقى وبقوم منزلاه كله في الصينيه. بكرر تاني المقادير اللي انا قلتها تكفي الصينيه دي بس، عشان كده طبقه الكريمه جايه معايا قليله، انما انا حبيت احط هنا في القالب علشان خاطر اوريكم انها ممكن تتعمل هنا او تتعمل هنا. ده كان الكريم كراميل. انا هسيبه بقى كده على جنب ولحد ما نعمل الطبقه بتاعه الكيكه. معايا هنا 2 عدد بيض، ومعايا ذرة من الفانيليا بنزل بيها بقى كده على البيض. ومعايا بقى المواد اللي هي الجافة، انا هجيبها واقلبها كلها على بعض. معايا كوباية وربع من الدقيق، معاها ذرة من الملح، معاها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا ربع كوباية من الكاكاو الخام الاسباني. وهركنهم بقى على جنب كده في طبق معايا، او في الخلاط اللي انت هتستعمليه، اي حاجة انت تستعمليها. بس المضرب هيكون افضل لانك انت بتدي الضرب بتاع البيض والسكر، بتديله ضربة حلوة قوي لدرجة ان هو بيكون خلاص هش ورفع معاكي، فبيكون عامل زي الكيك الاسفنجي شوية. بفضل اضرب في البيض والسكر. السكر هنا كوباية الا ربع سكر، علشان خاطر بس انا نسيت اقول كوباية الا ربع سكر، ونزلت بيهم على البيضتين وذرة الفانيليا ومعلقة من الخل. وافضل اضرب في البيض والسكر لحد ما يرتفع معايا كده واللون بتاعه يبيض. بصوا اللون، فهو بقى هش معايا كتير. قعدت اضرب فيه شوية يعني 10 دقايق. الحركة دي بتخليلك الكيك يكون اسفنجي اكتر او طري اكتر. معايا بقى هنا نص كوباية من الزيت، انا نزلت بيها كده زي سرسوب، ما نزلتش بيها مرة واحدة عشان ما يفصلش معايا، نزلت بيها سرسوب. وبرده اللبن هنزل بيه برده كده سرسوب، برده ما بوقفش المضرب. انا كل ده شغاله بالمضرب، بس بمجرد ما حطيت اللبن بقى هديله تقليبه بس كده بالمضرب وخلاص هو جاهز معايا. انا الدقيق انا نخلاه، والكاكاو انا نخلاه برضو. بس هاجي عند ما هرجع احطه هنا في قلب الطبق اللي احنا شغالين بيه برضو هنخله تاني.
الحركة دي اكتر بتخلي العجينة تكون هشة معاكي، ان انت تنخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة كمان. وال والكاكاو كمان انا نخلاه علشان ما يكونش فيه اي تكتلات انا مش عايزاها. لازم تنخلي الكاكاو لانه بيكون ساعات من الركنه او من اي حاجه بيكون محبب كده. لا انت عشان تضمني احسن طريقه واجود حاجه ان انت لازم تنخلي الدقيق مع الكاكاو وذره الملح اللي احنا حطيناها. هديلها بقى تقليبه كده ولحد ما احس ان كل الدقيق اختفى. بس طبعا الجوارب ما بتكونش اتقلبت كويس. بنستعين بقى كده بالسباتولا بتاعتنا وبنقلب بننزل كل الجوانب كده وبنديها تقليبة. وعشان نضمن برضو تقليب ان العجين كله الدقيق كله اتقلب، بعد ما بنزل الجوانب كده بديلها ضربة بالمضرب وخلاص هو كده بقى تمام. برضو هرجع انزل الجوانب تاني واديها بقى تقليبة كده وارجع واجيبها بقى على الكريم كراميل. بصوا الاول الكيكه بتنزل لتحت بس بصوا بتطلع لفوق ازاي. ده علشان خاطر ان الكيك اللي احنا عاملينه اسفنجي. في الطبيعي وفي العادي انت لو عملتيه باي طريقه تانية الكيكه اللي انت بتحطيها دي بترقد لتحت لان هي بتكون تحت. انما الكيكه عشان احنا عاملينها قريبه شويه للكيك الاسفنجي فبتطلع وبتقب معاكي لفوق وبتبقى على الوش بالمنظر ده. هقول تاني ان المقادير اللي انا عاملاها تكفي الصينيه الواحده من دي بس انا اللي حبيت اعمل القالبين بحيث ان لو انت حابه تعمليها قوالب اعمليها، حابه تعمليها صينيه زي دي اعمليها. تمام. هنا خلاص انا نزلت كل الخليط كده في قلب الصينيه معايا. لا بقى بضربها خبطه ولا اي حاجه. انا كده تمام. انا بقوم شايلها زي ما هي كده. بس بجيب صينيه انا بكون مخليها للحاجات اللي زي دي. بس بحط اللي انا حطيته الاول ده كان ربع كوبايه من الخل ونزلت عليها بالميه المغليه كده بحيث ان هي ما تاخدليش الميه ما تعلمش في الصينيه الالومنيوم وتديني زرقان، يعني تخليها تزرق او تاخد لون معايا من جوه او تخلي لونها يبقى وحش. وبرده الصينيه الالومنيوم اللي انا حطيتها فيه لو ما كنتش حطيت الخل كانت هتزرق من بره. انا هوريكم دلوقتي انا حطيتها بالظبط في الفرن ساعه بالظبط وبطلعها. خلاص انا طلعتها يا دوب سبتها بس تهدى شويه عشان اعرف اشيلها كده من الصينيه. بصوا الصينيه زي ما انا حطيتها زي ما انا ما طلعتها مفيش فيها اي لون خالص. ده كده كان القالب اللي هو معايا انا وده اللي هو الصينيه. ما تقلبهاش قبل ما تبرد، يعني تبرد وبعدين اقلبيها. انا هنا البخار ده هي كانت بردت بس انا علشان خلاص كانت اتركنت شويه كده فانا قمت حطاها في شويه ميه سخنين علشان خاطر تفكلي الجوانب واقلبها بسهوله. بس لكن انا ما مش قلبها وهي سخنه خالص، انا سبتها لحد ما بردت جدا كمان. هبدأ بقى اقطعها. كل الكراميل اللي فوق ده هينزل على الكيكة هتشربه هيبقى طعمها فارق. بصوا حتى من الجوانب كده كل الكراميل اللي كان في الجوانب نزل على الكيكة. بصوا الكراميل اللي الكيكة بتشرب الكراميل ده كله بتديكي بقى طراوة بجد بتبقى طعمها حلو اوي. ده القالب انا قلبته بصوا شكلها. زينيه بقى باي حاجة انت حباها بجد طعمها حلو جدا. وطريقتها سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت وطعمها حلو 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 يعني. اتمنى تجربوها. يا رب بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واكون قلت لكم كل معلومة انتوا حابينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.